سلام عليكم. نزلنا سؤال سريع على صفحة الفيسبوك: بسبوسة مكرملة، بسبوسة اقتصادية بالزيت، ولا البسبوسة العادية؟ وكانت أغلب التعليقات البسبوسة العادية. ما يميز البسبوسة بتاعتي إنها مرملة متماسكة، حتى لو حضرتك بتقطعيها وهي لسه سخنة، بتشرب الشربات كويس قوي، سكرها مظبوط على الشعرة، حاجة كده مش بتموع النفس زي البسبوسة اللي بنشتريها من بره. هتستغربوا حتى من طريقة الشربات اللي احنا هنعملها للبسبوسة النهاردة، هتحدي بيها حرفيا أفخم حلواني في مصر. أول حاجة هنبتدي إن احنا نسيح السمنة بتاعتنا، مجرد تسييح مش بنسخنها. هبتدي إن أنا أجيب السميد الخشن اللي هو خاص بالبسبوسة وهنزل عليه بالسمنة اللي احنا سيحناها. هنا مهم جدا عشان البسبوسة بتاعتي تطلع مرملة إني أنا أغلف كل ذرة من ذرات السميد بتاعتي بالسمن، ولكن بالسباتيولا فقط. يعني كل ما حضرتك هتستخدمي ايدك هتلاقي ان حبة السميد بتاعتك بتنعم وانتي بتقلبيها في السمن، وده احنا مش عايزينه. عشان كده اكتفي بالسباتيولا فقط. في نفس الاناء اللي انا سيحت فيه السمنة هنزل بالسكر وبعدين بالعسل. ممكن هنا استبدل العسل النحل بعسل تقيل من بتاع القطايف او الكنافة. يحضرني هنا سؤال: هل ممكن استغنى يا هدير عن العسل خالص مثلا واستبدله بسكر؟ ممكن، وهتطلع حلوه ومتماسكه وما فيهاش اي مشكله، ولكن الافضل لو حضرتك عندك عسل استخدمي. وهنزل كمان بالحليب، وبعدين هبتدي ان انا ادفي الخليط بتاعي ده على النار لغايه لما السكر بتاعي يدوب، ولكن الخليط ما يكونش سخن. تمام، ده مهم جدا. هنبتدي بقى ان احنا نرجع للسميد، هتلاقيه قفش كده في بعضه. ما تخافيش، كل ما عليكي فعله ان حضرتك تمشي بس بالسباتولا كده زي ما انا بعمل في الفيديو، وهتلاقي ان هو اتفك بسهوله جدا من بعضه. هننزل بقى بخليط السوائل وابتدي ان انا اقلب لمجرد ان السوائل تبقى مختلطة مع خليط السميد والسمن. اكتر من كده لو حضرتك زودتي بقى في الخلط، البسبوسة بتاعتك هتعيش. يعني ايه هتعيش؟ يعني هتبقى ناشفة ومش هتشرب الشربات. بعد كده هنبتدي ان احنا نحضر الصينية بتاعتنا، وده عن طريق ان احنا هندهنها بالسمن كويس قوي سواء من القعر او من الجوانب، وهنزل فيها خليط البسبوسة بتاعتي وهبتدي ان انا افرده واسويه كويس قوي. مين هنا اخد باله ان خليط البسبوسة الين بكتير من خليط البسيمة اللي احنا عملناها قبل كده مع بعض؟ دلوقتي بقى على الفرن وهنحضر الشربات. هتستغربوا جدا ان انا بحط كوباية بحالها من المية على نص كوباية فقط من السكر. ايه ده بس؟ ايوه بس ثقي فيا. وبعدين هنقلب كويس قوي على النار لغاية لما السكر بتاعنا يختفي تماما، وبعدين هنزل بعصرة ليمون عشان برضو اتأكد ان الشربات بتاعي مش هيرجع سكر تاني، وهسيبه لغاية لما يغلي. وبعدين بعد الغليان هنسيبه دقيقة او دقيقتين فقط على النار، عشان انا عايزة الشربات بتاعي يكون خفيف. مهم جدا شربات البسبوسة يكون خفيف وسخن. اول بقى ما البسبوسة بتاعتي تطلع من الفرن هبتدي ان انا احط الشربات بتاعي كله مرة واحدة. هتحسي في الاول ايه ده، دي عايمة، ده كتير جدا. لا ما تقلقيش، حطيه كله مرة واحدة، وطالما بسبوستك ناجحة هتلاقيها شربت كل الشربات في اقل من دقيقة. هتبقى بالمنظر اللي حضرتك شايفاه ده. واستمتعي بقى بأظبط بسبوسة هتدوقيها في حياتك كلها، وبالصحة والهنا.